في مجال أسأل سؤال أخي الكريم؟ تفضل سيدي. على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شيء اسمه سنة وكان في شيء اسمه شيعة. نعم موجود. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا مسلم حنيف عن ملة أبي؟ مو سألتني انت شنو يعني، قلت لك ايه موجود، لا لا تطلب الدليل يعني لو تريد انت الدليل تتكلم. ما أنا موجود، لا في ذا سنة ولا في شيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حاله مسلم حنيف عن ملة أبينا إبراهيم. تفضل يا مو هذا أسد. سؤالنا، بس واحد مو اخي انت تريد تحاور حوار علمي لو تريد تطمر راسك؟ لا أنا بدي بالعقل علمي. لا بس واحد، شنو بالعقل؟ انت عائله شنو عقلك وشنو بالعائله؟ وينك وشنو بالعائله؟ عندنا قران وعندنا سنه نبويه. السنة النبوية هي أحاديث الرسول. أحاديث الرسول. اي عاد العائل ما في عوف العائل، بس واحد عوف العائل. اول من قال في العائل ابليس، الامام يقول لا تؤول بالعائل. اول من قال بالعائل ابليس، عائل ابليس يقول ان النار افضل من الطين. فهل ابليس موحد؟ قطعا موحد. خلينا نكمل لك. تفضل. اكمل لك سؤالك. انت جاي تسال وقاعد تجاوب على روحك، هذا ما يصير. انت سالتني هل يوجد كان في ذلك الزمان سنه وشيعه؟ اي موجود. انت تقول لي لا ما في. طيب اذا ما في لمن تسالني؟ طيب شلون موجود؟ تفضل اشرح لي لو سمحت. شلون موجود؟ اولا كلمه الشيعه هو مصطلح، مو معناته انه الشيعه اللي احنا، مصطلح متداول حتى في القران، بغض النظر يستخدم للطالح او للصالح. هو معناته مجموعه اتباع الشخص، وان من شيعته لابراهيم. ابراهيم شيعي. شنو شيعي؟ معناته من اتباع نوح. وقال من شيعته. صحيح كلامك صحيح. فاذا المصطلح كلمه، خلينا نكمل. كلمه الشيعي هو مصطلح اي اتباع القوم، كما نقول شيعتي ابو سفيان، شيعه عثمان. فكلمه شيعه علي اي الذي هم حول علي، الذين هم مسلمين بس هم لين مع علي، يحومون مع علي ويتفقهون الدين، ياخذون من علي، يسمونهم شيعه علي. ورسول الله يقول عندك حديث صحيح وعندي حديثين يذكر الشيعة رسول الله. وين؟ قوله تعالى أولئك هم خير البرية. هذا حديث عندك موجود، رواه آية قرآنية وفسروه في كتبك. ابن عباس حبر الأمة يقول لما أنزل قوله تعالى أولئك هم خير البرية أشار رسول الله لعلي، قال علي وشيعته هم خير البرية. وعندك حديث آخر أيضا في كتاب تفسير، وعندك حديث آخر أي كتبك، وعندك حديث آخر أيضا في تفسير ابن مردويه، وعندك في كتاب ينابيع المودة للحنف القندوزي، قال رسول الله علي وشيعته أنا وعلي من شجرة واحدة في الجنة، وشيعته جيراني وهم على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي، ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعد ما كان هدى من الضلال ونورا من العمى. فإذا هذا موجود مصطلح شيعة كان. واعطيك حديث آخر بعد، خلينا أكمل لك خذ روحك شوي استفاد من جوجل بعد وحدة. وعندك حديث أيضا خلافات كانت في عهد رسول الله بين أبي بكر وبين علي، وكانت الموضوع حسد، أنه كانوا يحسدون علي بن أبي طالب، حتى نزل الله قوله تعالى أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكان أبو بكر وعمر يترددون على رسول الله ويقولون انت دائما تقدم علي ودائما تقدم علي. وخير دليل لما رسول الله ارسل ابو بكر للمصالحه مع اهل اليمن، انزل جبرائيل قال لا يبلغ الا رجل منك او انت، فاراد ان يلقي الحجه. ترى الامر مو يمي يا ابا بكر، ترى الله راده. وحتى في زواج فاطمه يا محمد زوج النور من النور، فدائما يقول لهم الامر مو يمي، راجع لقرار السماء. ولهذا رسول الله اراد ان يلقي الحجه عليهم في غزوه الخندق، قال لهم من يقاتل؟ يدري بهم ما حد يقوم، بس علي بن ابي طالب. اراد ان يلقي الحجه لان دائما يقولون علي علي علي، تقدم علي. فكانت هذه الحسد والغيره موجود في عهده. وخير دليل النبي كان جالس مع تبع الصحابه تحت ظل في يستظلون، وجاء رجل شاب، وجاء شاب خلع ثيابه ومرر ظهره بحرارة الرمل أو التراب بحرارة الشمس، فرسول الله تفاجأ من هذا الفعل فقال ماذا يفعل هذا الشاب؟ فذهب لهذا الشاب قال يا شاب ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله فعلت هذا الفعل حتى أتذكر بذلك حر يوم القيامة. فايش قال لهم رسول الله؟ قال لهم هذا دعاء مستجاب. التفوا حوله وكانت خلافات، فرفع الشاب باوع لقى علي موجود وأبو بكر والناس حولهم، فرفع ايد هذا الشاب قال اللهم واحمد منه واجمعنا على التقوى، اجمعنا على التقوى، لان كانت بيناتهم
انه ابو بكر وعمر دائما يحسدون الامام علي ودائما يقولون تفضل علي وتقدم علي، فهذا المصطلح كان متداول. فالذين يميلون لعلي يسمونهم شيعه علي، والذين يميلون لعثمان. اما سنه النبي فهو قول النبي وفعل النبي واقرار الحجه. فنحن الشيعه نحن سنه النبي. شلون سنه النبي؟ احنا اللي مشينا على سنه النبي. رسول الله قال تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، احنا مشينا عليها. القران قال واتم الصيام الى الليل، احنا اللي نصوم انه ونفطر بالنهار الى الليل. احنا اللي اتبعنا وضوء رسول الله، احنا اللي اتبعنا وضوء القران، احنا اللي بكينا على الحسين مثل ما بكى رسول الله. فاحنا سنه رسول الله ونحن شيعه علي. تفضل. يعني كلامك وحوارك جدا راقي وعندك الدليل القاطع، بس المقصد من حديثي والمعنى من حديثي، وانا معاك في كل الكلام قلبا وقالبا، لان هذا الحكي سمعانه عن الاثر وسمعانه بالحديث. فالرسول بس صلى الله عليه وسلم حدث قال انا مسلم حنيف عن مله ابينا ابراهيم. هي ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا مسلم حنيف؟ ونحن معك كذلك. ونحن كذلك نقول نحن مسلمين، بس اللي حول علي يسمونهم شيعه. بس المقصد انا من الفرقه، انا ليك اسمي علي، انا اسمي علي ابو عمر، حياك، اخوك من فلسطين. نعم. وانا بعرف اخواننا الشيعه، حياك الله على راسي. تسلم. اخواننا الشيعه هن بالاساس مسلمين، يعني ما يصير المسلم يكفر اخاه المسلم لما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعلي ولي الله. نحن نقول مسلم مشهد الشهاده. تفضل. نحن نقول من شهد لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم يحرم ماله ودمه وعرضه. بس انت مو فلسطيني ترى، ما تقيله. انا فلسطيني ساكن بالشام القديمه، فبحكي شامي زي الفلسطيني. انا ساكن بحاره اليهود اذا سامع فيها بالشام القديمه. وبتحب افتح لك جوازي على الكاميرا واورجيك انه انا فلسطيني سوري. انا ما عندي. ما حاجه، لا مو بالضبط. احسن الظن ضروري روحك الرجل. صراحه انا في اخ هون بالمانيا كتير ندد اني تابعك بصراحه، اخونا من النجف وزلم جدا جدا راقي من اخواننا الشيعة. بس انا ما بقيم انسان غير باخلاقه بصراحه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فمن كتر ما انا معجب فيه للشاب، قال لي اذا في مجال تابعه للاستاذ علاء المهدوي. فانا بشوفك بتتحدث عندك السند وعندك الالقاء الحلو، بس الفرقه هي اللي اسست هاي البلاد للحروب. يعني انا ابوي طلع من حيفا، يعني طلع من فلسطين على سوريا، وانا طلعت انا وابوي من سوريا على اوروبا، وشايف الموضوع من اوروبا انه بالنهايه نحن مسلمين. لا بهون على السنه لكن عايشين بالعراق، فاتوا فتنه بس رجعوا الحمد لله عاشوا. مولانا العزيز ابو عمر، خلينا ننبه في قضيه. نحن ضد الفرقه، انتبه. نحن نقول لابد ان الامه تجتمع على كلمه حتى ننصر المظلوم اللي في غزة والمظلوم اللي في سوريا. أعيد وأكرر، نحن ضد الفرقة، لأن الفرقة لا تنفع إلا جماعة نتنياهو. فرقتنا إيش حالاته؟ أنا من أشوفها نوية حزب الله كتائب راجعة لإخواننا أهل السنة ضد إسرائيل يقاتلون. إيش حالاته؟ جماليتها لوحة جميلة يسطرها التاريخ ويوثقها التاريخ، إن أهل السنة والجماعة وشيعة علي اجتمعوا كلاهما ضد الصهاينة. إيش حالاتها هاي؟ هذا راح يصير. الشيعة قاعد يقاتلون في غزة، الشيعة قاعد يقاتلون في غزة. نريد من عندكم حركة مثل ما شفنا إنه من واحد أساء للعراق أهل الأردن، طبعا تحياتي لهم، خب ما محسوبين على كل الأردن. كم نفر من أهل الأردن أساء للشعب العراقي. شفنا إخواننا أهل السنة بالأنبار فزعوا. ليش؟ بعيد عن قضية مو سنة وشيعة، هذا بلد عراق هذا. فأبو الأنبار يدافع عن العراق وأبو البصرة يدافع، لأن هذا بلد. فنحن ضد الفرقة. نحن نقول لابد أن تكون أمة واحدة بس تبقى الأطروحة. أنا اليوم شيعي، عندي صاحبي خطيب وأنا هم شيعي، بس أنا أختلف معه ببعض النظريات، ولكن لا أدعو إلى عنفه أو أدعو إلى قتاله. هو وياي شيع من عنده بيه، بس نختلف فنتحاور بيه. تعال أنت تمدح بهذا الشخص يا فلان، واحنا اثنيناتنا تحت ولايه علي بن ابي طالب، يمدح انا هذا نتخذ عليه مواقف. هذا الرجل اللي انت تفتخر به، شنو مواقفك يا شيخ علاء؟ وحده اثنين ثلاثه، حوار بالافكار.
فكذلك أنا مع السني ضد الصهيوني ومع السني ومع الواقع، أنا ولا أقبل أذى السني في الواقع ولا المسيح ولا حتى الملحد. بارك الله فيك. ولا حتى الملحد، لأن هذه أرض الله الواسعة، هذه أرض الله الواسعة. قل سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين من قبلكم. مضمون الآية هذه أرض الله يسكنها اليهودي ويسكنها الملحد ويسكنها العلماني ويسكنها الشيعي والصابئي والسني. الوطن للجميع والدين للشخص. يعني أنا عندي شيعي، بس مو معناته العراق لازم يصير والله لازم كله شيعة ولازم ما يبقى واحد غير الشيعة. هاي نظرية غلط. الشيعي يعني بس يسكن المسيحي لأن هذا بلده. فالدين للشخص والبلد للجميع. فنحن معك بهذه النظرية. أنا أصدقائي الشيعة من حارة اليهود ساكنين كتير بشارع الأمين. أصدقائي معروفين منطقة شارع الأمين، الشام القديمة أغلبها أهلنا الشيعة. فأنا كتير تضايقت وتأثرت. راح كتير شباب لما صار في إسقاط للنظام السوري، فقلت أنا العفو عند المقدرة وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكتير عالم راحت سبحان الله. بس الله سبحانه وتعالى كل واحد بيعرف نيته شو هو. أنا عم أنظر المنظور من خارج الدول العربية، وأنا هلأ حابب أرجع الدول العربية، لأن حتى أوروبا ما راح تسلم. هلا ليك فرنسا عم تجيش للحرب، والسويد عم تجيش للحرب، وألمانيا عم تجيش للحرب. ما راح تضل أوروبا مثل ما هي. يعني هذا ترامب جاي شيطان على الوطن وعلى العالم بشتى يعني عم يفتك، وما في غير أهلنا. أعطيك في الشيء مستقبلا، واحفظوها عنه سجلوها يا شباب واحفظوها للتاريخ. هذه أنا راح أصرح بها، هي مسؤوليتي، هاي أنا أتحمل مسؤوليتها. احفظوها وسجلوها وتذكروني. مستقبلا ستكون الهجرة من البلدان الأوروبية إلى البلدان العربية. حفظوا. مستقبلا ستكون الهجرة بالعكس إلى البلدان العربية. معاك. هذه يحفظوا المقطع وبعدين راح تنتهي. والله بارك الله فيك، والنعم من أصلك الطيب، والكلام اللي حكيته بيخالف انه انت زلمه عنصري. انت زلمه بالعكس، انت زلمه مع الامه ومع انه تتحد الامه تحت رايه واحده، كلمه واحده. القرآن هو شريعتنا، هي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القرآن وسنتي، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والنعم منك، وبتشكر كثير المداخلة الحلوة، واستحملتنا بصدر واسع ورحب، وبارك الله فيك. الله يحفظكم إن شاء الله. وسلامي من أخوي أبو أمير اللي طلعني وخلاني أتابعك. والنعم منك أستاذ. حياكم الله يبارك فيكم أخونا العزيز. حياكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. في حفظ الله، في حفظ الله ورعايته، في حفظ الله. حياكم الله شبابنا جميعا، أهلا وسهلا. نعم الهجرة ستكون بإذن الله تعالى مستقبلا، وفترة راح يمر يعني إن شاء الله. احنا نتأمل، هي مو غيبيات ومعرفة، لا، بس احنا نتأمل هذا الأمر، إنه سوريا والعراق راح يزدهرون إن شاء الله مستقبلا بالاقتصاد بإذن الله تعالى. يعني احنا مو غيبيات ومعرفة شاي عبد اللطيف، مو من ذوليان يعني. بس نتأمل ذلك ونقول إن شاء الله أنه الهجرة حتكون مستقبلا عكسية. أنا مصرح بها قبل 5 سنوات، صرحت بها بكورونا بالضبط، ولي هسه لازلت أصرح بها بأيام كورونا ببث مال الفيسبوك، ولازلت أصرح الهجرة ستكون عكسية. وقاعد ألمح